جيلان حست بتعب ودوخة ووجع في بطنها وافتكرت إنها تعبانة. الأعراض زادت فعملت لنفسها شاي بنعناع. لما عائشة دخلت المطبخ جيلان حكت لها اللي حس بيه، فعائشة فرحت وقالت لها يمكن تكوني حامل. جيلان اتصدمت وأنكرت الكلام. عائشة أصرت تجيب اختبار حمل. جيلان رجعت أوضتها وتعبها زاد وفضلت تفكر في كلام عائشة. فتحت درج وطلعت شرابات أطفال وتمنت من كل قلبها إن الكلام يطلع صح. كاران دخل وشافها فافتكر إن أمه هي اللي حطت الحاجات دي عشان نفسها في حفيد. لاحظ دموع جيلان وسألها، فقالت له إنها أحيانا بتعيط من كتر الفرح. طلب منها ما تعيطش أبدا حتى لو من الفرح، وبعدها راح الشركة. جيلان كانت طايرة من السعادة وفضلت تكلم نفسها وتقول إن كاران هيبقى أب رائع، لكنها قررت ما تقولوش حاجة غير لما تتأكد من نتيجة الاختبار. ولما عائشة لجأت بالاختبار جيلان توترت ودخلت تعمله. في نفس الوقت كانت إدرات مع سما وبتفكرها تاخد أدويتها النفسية، لكن سما انفجرت وقالت إن مفيش علاج هيجيب نتيجة طول ما جيلان في البيت، وأصرت تواجهها. الاتنين راحوا ناحية أوضة جيلان اللي كانت جواها مع عائشة مستنيين النتيجة بقلق. وفجأة جيلان صرخت بفرح، النتيجة طلعت إيجابي يا عائشة، أنا حامل. عائشة حضنتها وهي فرحانة قوي، وفي نفس اللحظة كانت سما وإدرات واقفين ورا الباب واتصدموا باللي سمعوه. عيون سما دمعت من القهر، على عكس إدرات اللي حست بفرحة مستخبية إنها هتبقى جدتهم. جوه الأوضة جيلان كانت بتعبر عن فرحتها وبتسأل نفسها يا ترى كاران هيبقى شكله إيه لما يعرف إنه هيبقى أب. سما سمعت الكلام ده وهي منهارة، خصوصا لما جيلان قالت إنها هتقوله بالليل وش الوش عشان تشوف فرحته بعينيها. سما صرخت لإدرات وقالت إن الطفل ده هيهد العيلة وهيبقى سلاح ضدهم. إدرات حاولت تهديها وقالت لها إن الخطة لسه شغالة، جيلان تولد الطفل وبعدين تمشي من القصر. وفي الوقت اللي كانت جيلان بترتب لحظة إعلان الخبر، كانت إدرات وسما بينسحبوا يحطوا خطة جديدة مبنية على تهديد جيلان وإجبارها تخبي حملها بحجة حمايتها وحماية الطفل، من غير ما تعرف نيتهم الحقيقية إنهم ياخدوا الطفل بعد كده. وتخلص الحلقة على صراع خفي بيهدد سعادة جيلان ومستقبل ابنها.